الزيتون الكحل راه ماشي ديما كحل، راه كاين اللي كيكحلو. شنو هو الزيتون الكحل الطبيعي وشنو هما الروينه اللي ولاو كيديروا في هذا الزيتون الكحل؟ وتبع معايا. اول حاجه الزيتون منين تيوصل للماتوريتي ولا كينضج وكينشفوه سواء على الشمس سواء في واحد البلايصه اللي هي اتموسفير اللي هو كونترولي، كيديروا ليه شنو المرحله اللي سهله هو التخمر بالماء والملحه. ولكن شنو كيديروا هما؟ ها شنو كيديروا؟ كيستعملوا مواد حافظه كيف ديما الجلوكونات فيرول، اللاكتات فيرول اللي هي واحد الملونات اللي كيزيدوا على الزيتون. معالجه قاعديه وهذه هي اللي عارفين بزاف كيزيدوا عليه هي هذيك الصودا. كاين اللي كيدير استعمال معالجه حراريه يعني كيطيبوا حتى تيولي محروق وكحل. اضافات لا معنى لها لي فيرمولاكتيك ولا المخمرات باش انه دغيا يتخمر وفي وقت قصير. كيزيدوا الحمض ديال السيتريك والحمض ديال الاسيتيك الخل باش انه ما يخسرش، وكيزيدوا السوربات دو بوتاسيوم والبنزوات دو صوديوم اللي طلعوا ليا في راسي وفين ما مشيت كنلقاهم، راه ما يمكنش. واجي دابا نوريك الا خديتي زيتونات كحلين وبغيتي تعرف واش فيهم الدغل ولا لا. اول حاجه من خلال اللون الا بانوا لك كاملين كيبريو وكاملين كحلين عرف كاين مشكل. كتشد الزيتون ديالك كتحطو في واحد الكاس، خذ واحد العينه ودير عصير الحامض وكبوا عليهم وتسناو ما بين 10 و 15 دقيقه. الا بان لك اللون بدا كينقص عرف انهم ملونين باللعيبات اللي قلت لك. ما سخون ما بين 50 و 60 درجه، زيد عليهم داك الماء سخون. الا بان لك بدا تيتبدل منهم اللون عرف هنا ليا. وبارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك واكي عاود ربي.